بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. النهارده هنعمل صينيه مكرونه او طاجن مكرونه جميل وجوسي وهينال اعجاب حضراتكم باذن الله. طبعا البدايه انا بدات معايا الطاسه على النار وشويه زيت حلوين كده مع حته زبده برضو جميله. طبعا سخنوا، لازم يسخنوا كويس قوي. نزلت باللحمه، ده تقريبا نص كيلو لحمه مفرومه. قلبتهم كويس في السمن السخن ده، وبعد كده نزلت بالبصل، بصله كبيره او 2 وسط. طبعا اتفرموا كويس في الكبه، ومعاهم جزره برضو كبيره. طبعا دي انا بشرتها على ايدي، وكمان حته ليا عندي انا كنت مسيحاها، ودي بقى اللي ودت صينيه المكرونه في حته تانية خالص، جميله جدا وطعمت معايا المكرونه كانت روعه. وطبعا فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، كلهم دول بياخدوا تقليبات خفيفه كده. طبعا التوابل ملح وفلفل وكزبره جافه، مفيش اكتر من كده عشان تبقى طعمها مش باين ان في بهارات طاغية على الطعم. ومعايا كوباية عصير طماطم، ونزلت بيها فوق اللحمة اللي متعصجة، وسبتهم على جنب على النار هادية برضو يتسبكوا وكده ويبكبكوا مع بعض، وتبقى طعمها يعني واخدة طعم مسكر شوية. وده زي ما انتم شايفين حضراتكم، دي البشاميل. طبعا دي عبارة عن سمن وزيت بقى على النار بيسخن مش بيقدح، وبننزل تقريبا كوباية الا ربع دقيق على كيلو لبن. بنحمص الدقيق كويس وبننزل باللبن زي كده. اهم حاجة التقليب عشان مفيش حاجة تكلكع معانا، وانا مش عايزاه سميك قوي، انا عايزاه خفيف. طبعا واخدت كوبايه من ميه سلق المكرونه حطيتها معاهم برضو بالطعم معايا الصوص الابيض ده. طبعا الصينيه دهنتها سمنه، وطبعا ده جريسبي. انا رشيت الصينيه على اساس تبقى جميله من تحت ما تلزقش وتبقى فيها قرمشه حلوه. وطبعا زي ما احنا عارفين بننزل بشويه صوص على المكرونه، بنقلبهم كلهم مع بعض، وبعد كده بنبدأ نجزأهم بالشوية، وبعد كده نزلنا باللحمة متعصجة في تقريبا نص الصينية، والباقي طبعا احنا بننزل بيه من فوق. وكل ما ننزل بحاجة سواء العصاج او المكرونة بنحاول يعني ناخدهم في بعض كده، نكبسهم مع بعض يلزقوا بحيث تبقى معايا ماسكة نفسها بالشكل ده. انا سويت وش الصينيه على اساس ما تبقاش حته مايله وحته، يعني كلهم يكونوا واخدين منظر متساوي شويه. وطبعا ده باقي الصوص الابيض او البشاميل تقريبا، ده اللي اتبقى معايا بالشكل ده. طبعا انا هغلف بيه وش الصينيه بحيث ما يبقاش معايا اي مكرونه تبقى مش متغطية عشان بتتحروق وبتنشف معايا، انما الصوص ده بيديها طعم بيطريها، بيحافظ على المكرونة متبقاش من الشفا او محروقة. فطبعا انا نزلت بيهم كده في كل الاتجاهات في كل اماكن، مفيش اي فراغات، كله بياخد من الصوص. طبعا انا دخلتها الفرن على الشبكة، وتقريبا خدت تلت ساعة. خرجتها وحطيت حتتين موتزاريلا كده على الوش، بقوا بالجمال اللي شايفينه حضراتكم ده. طبعا فتحت الشواية 5 دقايق بس جميلة، طعمها تحفة وجوسي ولذيذة، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة تشرف في اي عزومة في اي غدوة، جميلة جدا جدا جدا. والف هنا وشفا للي يجرب، ويا ريت تجربوها هتنال اعجابكم باذن الله. يا ريت دعوه حلوه منكم، وطبعا اللايك والشير والاشتراك في القناه، هكون سعيده بيكم جدا. وشكرا والى اللقاء.